تخيل معايا عندك 18 عام فقط، كتلعب في وحده من اقوى الدوريات في اوروبا واكبر الانديه في العالم كيتبعوك، والمنتخب الفرنسي اللي حلم الالاف ديال اللاعبين فتح لك الابواب ديالو. اي لاعب اخر كان غادي يمشي يجري باش يلبس القميص ديال الديوك، ولكن هاد الدري دار العكس، اختار بلاد الوالده ديالو، اختار المغرب. وفاش خرج الخبر الرسمي مواقع التواصل تقسمت الجوج، الناس قالت حتى فرنسا ما بغاتوش عاد جا المغرب. الامل ديالي هو بوعدي والاداء ديال بوعدي. انا ما كنتش كنتخيل زعما غيبان بهاد الضعفيه. انا نقول لك الاحساس اللي عندي اشاراته ضعيفه اليوم. انا ما عرفتش الاحساس اللي عندي زعما خارج كره، انا كنحس به بحال سالت معانا للمونديال. انت ما اختارتش فرنسا على الراس والعين، ولكن خاصك تجي للمغرب تعرف علاش تعرف راسك معامل. حتى النيفو ديالو اسمح لي يا خويا نبيل، ماشي ما عطاكش شي اشاره بين لك لعاب شي ضارب لعاب اي واحد يدخل يدير هذاك اللعب اللي دارو. وناس اخرين قالوا لا، هاد اللاعب كان قادر يلعب لفرنسا ولكن اختار المغرب بقلبه. لعب لي كواري في المستوى ديالو والنيفو ديالو، وما تجيش انه صعيبه انه يساين فرنسا مثلا المونديالات اللي جايه، ويقدر انه يلعب مع فرنسا تيتولير في المونديالات اللي جايه، ولكن لعب بغى يلعب مع المغرب، بغى انه يدير سميه ديالو الكارير ديالو في المنتخبات مع المنتخب ديال المغرب اللي كيمثلوا من طبيعه الحال كينتمي لينا، فمرحبا به. ولكن شنو هي الحقيقه؟ واش فرنسا بصح ما كانش باغياه ولا كيتعتبر اليوم واحد من افضل المواهب في العالم؟ هادشي كامل غنكتشفوه في قصه ديال ايوب بوعدي. ايوب بوعدي انا بوعدي بيلعب بوعدي. ايوب بوعدي داكشي اللي نقول عليه غير كافي كمستوى ديال العطاء، كوقفه بالبالون كيفاش كيشد الكره، ما كيخافش. 18 سنه بهذا الكاريزما والتقوليه والختوريه، مستقبل كبير. لكن قبل ما نبداو ما تنساوش لايك وتابوناو وتفعلوا الجرس. نبداو. قصة ديال ايوب بوعدي بحال بزاف ديال القصص ابناء الجاليه المغربيه اللي تزادوا كبروا فرنسا وسط عائله مغربيه محافظه على الجذور ديالها، دار فيها المغرب والثقافه المغربيه والعادات المغربيه. من صغره كان هادئ بشكل غريب، ما كانش كثير الهضره وما كانش كيقلب على الاضواء، ولكن ملي كتوصل الكره عند رجليه كيولي شخص اخر. الهدوء كيتحول لتركيز والتركيز كيتحول لابداع. في وسط الدراري اللي كانوا كاملين كيجريو ورا الكره، ايوب كان كيجري ورا الفكره. هذا الذكاء الخارق هو اللي خلى اكاديميه ديالي الفرنسي واحدة من احسن الانديه في صناعه المواهب تخطفوه وهو مازال صغير. في كل الفئات السنيه ايوب ما كانش لاعب عادي، كان هو المايسترو اللي كيقرا اللعب وكيتحكم في الريتم. الا كنتي كتسول فين هو الدليل باللي هاد الدري موهبه استثنائيه وعلاش كبار اوروبا متبعينه، الجواب بان في ليله دافيه من ليالي دوري ابطال اوروبا. الليل الفرنسي كيواجه اكثر واحد فوزا باللقب ريال مدريد. ايوب بوعدي لقى راسو اساسي في الماتش وهو عاد كمل 17 عام فقط. قدام شكون؟ قدام بيلينغهام وفالفيردي وكامافينغا. وديك الليله بوعدي صدم العالم، لعب ببروده دم خياليه وكان كيفتك الكرات وكيخرجها من الضغط ديال نجوم ريال مدريد بكل سهوله. الليله ربحات الماتش بواحد ل0. ايوب بوعدي خرج هو عريس السهره وكلشي بدا كيتكلم على الظاهره الجديده في خط الوسط. هنا المعركه حدات بين المغرب وفرنسا. فرنسا دارت كل ما في جهدها باش تخليه معاها، خصوصا انه لعب في الفئات السنيه الفرنسيه، ولكن جميع الملكيه لكره القدم كانت كتشتغل في صمت. داكشي علاش ايوب بوعدي اختار القرار اللي قريب لقلبه. في ماي 2026 الخبر نزل كالصاعقه على الاعلام الفرنسي. ايوب بوعدي اختار رسميا تمثيل المنتخب الوطني المغربي. المفاجاه ما وقفتش هنا، مباشره بعد تغيير جنسيته الرياضيه وضع فيه مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي الثقه الكامله، واستدعى باش يكون في القائمه النهائيه للمنتخب اللي مشى يمثل المغرب في كاس العالم. وفي اول اختبار حقيقي ديالو ضد من كان ضد منتخب البرازيل المرعب في اول ماتش للمنتخب المغربي في كاس العالم 2026. وفي اول ماتش رسمي لايوب بوعدي مع المنتخب المغربي، ايوب بوعدي دخل كانه مقصر ماتش في الحومه، تحكم في وسط الميدان، قطع الكرات، وكان هو صله الوصل اللي خلى المنتخب المغربي يفرض السيطره ديالو ويبهر الجميع بتالق استثنائي امام السامبا. الماتش الاول اثبت فيه بوعدي باللي الاختيار ديالو للمغرب ماشي مجرد عاطفه، بل هو اضافه فنيه خياليه غادي تصنع ربع كره القدم المغربي لسنوات طويله، خصوصا ان عنده 18 عام فقط. دابا الضغوطات غادي تولي اكبر والاعلام غادي يراقب كل الخطوات، ولكن هاد الدري باينه باللي عنده عقليه الكبار. واش كتظنوا ان ايوب بوعدي غادي يولي هو النجم الاول خط الوسط المنتخب المغربي في المستقبل؟ خليو لينا الراي ديالكم في التعاليق، وخليو لينا حتى الراي ديالكم في اول ماتش للمنتخب المغربي، وكنتمنوا كل التوفيق للمنتخب المغربي. والى وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك وتابوناو وتفعل الجرس وتمشي تفرج في هذا الفيديو، راه فيديو زوين و100% غادي يعجبك. في امان الله.